السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة خلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا له، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. بالاضافه كمان اللي احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماي جيرمان. التطبيق ده مساحته 21 ميجا وحمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص او تطبيق امريكي خاص بالقروض. لو انت مواطن امريكي او لو انت مقيم في امريكا ومعاك الجرين كارد ان انت مقيم في امريكا بشكل رسمي، بتقدر تدخل تحمل التطبيق ده وتدخل عليه وتطلب كارد، والقرض ده بيجيلك او بيتوافق عليه في وقت قليل جدا. وفي حالة ان الموافقة عليه بتقدر ان انت تروح الفرع بتاع البنك ان انت تستلم القرض، وطبعا تقدم لهم البيانات بتاعتك وتمضي على الشيكات، آه، اللي هي بتاعة تسديد الاقساط في الوقت المعين. كمان بيجيب لك اشعارات اول باول بقيمة القسط اللي عليك والوقت بتاع سداد القسط واخر ميعاد لتسديد القسط. ولو ما دفعتش القسط في الوقت المعين اللي هو اخر ميعاد ده مثلا ممكن ينزل عليك فوائد زيادة. ولو نزلت عليك فوائد زيادة الفوائد الزيادة دي هتكون مبلغ قد كده. كل ده بيجيلك من خلال التطبيق ده. كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق: طلب القروض والحصول عليها ببساطة وبسهولة في الولايات المتحدة الأمريكية. التطبيق ده بيستمتع باللغة أو بيتمتع بلغة إنجليزية ولغة أسبانية فقط لا غير. ده كده المميزات بتوع التطبيق. بالنسبة لعيوب التطبيق إن التطبيق بيتضمن إعلانات، بالإضافة إن التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه بالذات اللي نازله بقالها فتره طويله تقول لك انت ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات هنزل لها تحديثات مستمريه. ممكن ينزل التطبيق تحديث كل يومين كل اسبوع كل شهر يغير من معالمه كلها. عشان كده دايما بنأكد وننوه ان لو حاجه لقيتوا حاجه مختلفه اكتبوها في التعليقات. وشكرا، سلام عليكم.